كده من الاكل. يا اسماء. لا اله الا الله، هي دي يعني انت مش طبيعيه. اسماء خلي بالك يا ايه، انا بكلمك ما تردش عليا. لا يا بيه مفيش مشكله خالص. يا سلسبيل في توك توك جاي دلوقتي، هناخده ممكن نطلع بره. في توك توك جاي. في توك توك جاي، اطلعوا انتوا بره عشان ناخد بقى مرض الضرب نملى ميه. ها عشان يشويكوا. ان شاء الله. طب انتوا لما جيتوا معايا امبارح نغير الانابيب، حد عمل لكم حاجه؟ لا امال ايه؟ ضربت. لا والله ستريس كنت نايمه يعني. وفسحتهم وروقتهم ونعشتهم وجبت لهم كنز وجبت لهم اه كافيار وسوتيه وجمبري مغلف. ايه يما ايه يما ظبطتهم ايه امبارح. انت من جديد مش عارفين طبيعي، خليك اكل طبيعي وجبنا يا سلسبيل. لاحظ ان ده جنب اللي انت بتدوسي عليه ده ولانشون بيف مش الدرجات واستاكوزا مشوي واستاكوزا مشوي وسي فود شوربه سي فود. هو انتوا ما تصورتوش ده جبتوا لنا اثنين كاليماري. كلنا من الصحراء جبنه وفول. بصي عارفه صدقني قد ايه جبنا ابوها هشام كتير بس بيضة. بس ده سابوها. انا كل مره اخش اغسلها اغسلها وارش عليها ملح. المره دي اتحفزت المواعين. بل ما هي وسخة اصلا محدش ينفع ياكلها. ارميها فيها حق سامعاني؟ الاهمال بيت الظالم بيت المهمل خلى بقى لبيت الظالم بسببكم. هي مش اسمها كده يا حبيبي، اسمها بيت المخرج. بيت المهم ولا بيت الظالم؟ بقى لي كذا مره بقول لك ياما الجبن ده اللي يحصل فيه. عايز ترش عليها شويه ملح ولا لا؟ انا خدتها بقى من رشت عليها ملح جوه وكفيت على طبق. ام خدوها بقى حطيتها في المواعين وسخه. كل ما تيجي تلم مواعين تسيبها في الدوس قدام وسخه. المواعين وسخه. انت يا حبيبي مفيش منك اتنين في البيت يا حبيبي. انت عارفه يابا انت بقالي بتنام مرات انت والله العظيم فعلا انا مفيش اتنين فيا في البيت. دي فعلا دي مش يا ساتر. ازاي كده والله العظيم كنت انت عارفه يابا. انت عارفها معروفة. ايه ده؟ تعالى كده. انت والله في ايه مش في كل واحد بيعمل لنفسه. انت اللي اتنمرت وانا بقول انت القصه. انت اللي اتنمرت وامك تشهد. صلى على النبي يا هديه. كان جنبي. هو بيتكلم معاك اتنمرت عليه. واحده قصاد واحده. تعالي من هنا. يا حاجه ده جايه بتقول لي جايه بتقول لي انت عارفه لا، هو انا بكلم يعني ايه اختفى انت يعني؟ عارفه يابا. واحد اثنين ثلاثة كده. احنا بنفطر وبنلم الفطار بعد المغرب بعد العشاء بعد الفجر في الصحة. يا محيط. احنا يا جماعة والله العظيم عايزة اقول لكم ان احنا بنفطر بعد لا يابا العشاء في كل عشاء. عشان نشرب ميه يا جماعه معدتنا بتبقى تعبانه. احنا عندنا الليفل الوحش. يلا طب مين اللي قدامك ده؟ باي. تعالي كده. اجي هنا فين؟ بس اطلعي منه بقى. نعم الجماعة اللي بيتكلموا وبيقولوا انتوا ازاي بتطبخوا الاكل وبتاكلوا منه. احنا بنطبخ الاكل بعد الساعة 7 الساعة 8. احنا بنصحى العصر نقعد كده نشوف اكلنا وشربنا وشغلنا. ورانا شغل تاني غير الطبيخ. الطبيخ ده بنخليه اخر حاجة. بيبقى بعد المغرب بنفطر ايه بقى؟ بنفطر بلح عصير نشرب مية. اللي بياكل له بسكوتاية شوية شاي. بس الاكل الاساسي بنعمله يعتبر بعد المغرب. فبنيجي نطبخ بناكل. والله يا جماعه احنا بنفطر الاول على تمر واحنا وقهوة. بناكل كده. الناس اللي داخله مهاجمه علينا وتقول يا عالم يا فتره. طب اذا بولتوا فاستتروا. احنا نستر احنا بنعمل حاجه غلط؟ هو الاكل ده حرام؟ هو شافونا بياكلوا النقبه. هو انا دلوقتي لو قمت عملت محشي واتسحرت بيه، انت عارفه انا بعمل محشي ده للفطار ولا للفطور؟ صلى على النبي. وثم بتتكلموا على الصيام. الصيام كل عمل ابن ادم لنفسه الا الصيام. باخده بكذبين. ريحوا نفسكم. اللي بيصوم بيصوم لنفسه واللي بيفطر ايه؟ لنفسه. خليكم في حالكم. طب بالله عليكم بلاش الهجوم الصعب ده واللي داخله تدعي. كل عمل ابن ادم لنفسه الا الصيام. يا جماعه احنا بنحبكم في الله. بلاش كومنتات سلبيه وبلاش عنصر فاطرين. ده انتوا ما تعرفوش ربنا. والله احنا بنصوم وما فطرناش يوم في رمضان عشان مريم حق. حطوا لايك. مريم تاكسي اللي جاي من الحمام من قدام. حريم يعني اللي بنطبخه حريم. ولو واحده صفت وكلت بيبقى عندها مريم. ولو انتوا عايزين نبقى زي الرجاله. انت يا بنتي
المشكله اللي انت خلوني ما اتكلمش. المشكله اللي بيقولوا من جد البنات اللي المفروض هم اصلا ما يقولوش كده. البنات دي ما بتعرفش ربنا بقى. خدوا يا بنات، يبقى هما كده ما يعرفوش ربنا يا خديجه. والله خدوا ما يا بيعرف بنات. ربنا. بوكي ورد. بص انا هقول لك انا حاسس بوكي ورد يا البنت بنات. البنت اللي زي البنت تخاف تتكلم بوكي عليها ورد. زيها. ليه؟ بس هقول هيجي لك- في يوم من الايام تلاقي اللي يتكلم عليها. هقول لك البنات دول حبايبي. انت عارف حبايبي ليه؟ ليه؟ ما بيخشوا الشغل كل ما وحش. ربنا يخليني لهم ويخليهم لي ويبارك لي فيهم ويدوم الخير ويخليني لنفسي. ويخليني لنفسي ويخليني ليا فيه. حط الميه على الميه يا بنيه. فضل رئيس امر. مش كل اللي بتشوفه عينيك تصدقه، ومش كل اللي ودانك تسمعه تامن بيه. كفايه. انا عايزه اقول لكم ده واعظ. مش كل اللي عينيك بتشوفه تصدقه، مش كل اللي ودانك بتسمعه تصدقه. ليه؟ احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا، اقسم بالله. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل جديد. دلوقتي بقى يا جماعه بعد ما خلصنا الفطار وجبنا الاكل انا سايبه الدور دي يتغسل من بدري. ابقى اطلعه واشوف معاكم. جو تلج يا ولاد تلج. هنعمل ايه؟ كل اللي عندها 3 ولا 4 تاني فوق مش تغسلهم. مش هشوف شغل بيتها. انا هشوف شغل بيتها. من هنا لهنا 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 القباض اللي راح بقى لحد ما ربنا ياخد روحه. غسيل، عيد مواعين، العمايل، الاكل. والله الواحده مبقتش تقعد. بس نحمد ربنا بقى. يلا الحمد لله. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا كده بقى انتوا كمان ولا مش بتعملوا كده؟ بس لو هي عملت كده هسكت ليها. لا وش يا اصل انا سرعتها عملت لها كده بصي. ما تعملش حركات اللي هو بتعمل دي بتتكلم. عملت لها كده. انت بقى تجيب غسالة في الغرفة كام؟ نفسي اجيب واحدة كام؟ بس بقى عايزه اقول لك انها تتجاب ايه؟ تتجاب حد من الشركه يجي يركبها. ما نعملش زي ما عملنا ان هي على فكره بيظبطوها يخلوا لك يظبطوا لك الالوان بتاعتها. طبعا اسف السلام. نشغل تحتي انا شقتي الله يرحمه ويحسن اليها يا رب. الله يفتح يا رب. اللي يسمع الكومنت ده اللي دي الله يرفعها. شقتي الله يرحمه يا رب. شقتي الله يرحمه. وغسالة الله يرحمه كان فول اوتوماتيك كامل. يعني كانت بتاخد مسحوق عادي. كنت بعمل ايه؟ كانت الاقمشه لوحدها. يعني ايه بقى؟ الملايات لوحدها، الفوط لوحدها، فاهماكي. الهدوم اللي هي البيضه لوحدها، هدومي انا لوحدها، هدوم هو لوحدها، كل حاجه لوحدها. بس انا عايزه اقول لك بييجوا هم يظبطوا لك موضوع الالوان بتاعتها. لو حطيتي كله مع بعضه ما تخرجش. احنا عملنا كده عندنا في تابوي. الخطه دي بتبقى في اول غسيل، في اول كل هدوم حاجات بيضه. لا حتى طب لو أيوة، لو- حتى اسمعي بس. ما أنا عايزة أقول لك. مش هتلاقي حتى. بتاعت ابوكي. طب هو ما جابهاش من الاول. حتى لو عملت ايه حتى لازم في اول غسله اي هدوم. ايوه الهدوم الجديده. ان كان فيو ان كان ملايين اي عروسه. ما أنا بقول لك ما ينفعش لو أصلاً الهدوم تغسل جديدة. هدومها كلها على بعضها.
الميلاد لوحدها. انا عايزه اقول لك، ما احنا بقول لك عملنا ليه كده، خلانا ظبطنا الالوان، لاني كانت امي في الايام دي احنا كنا بنبقى ايه جايبين ايه حاجات جديده للشقه، فكنا بنضطر ايه، كنا جايبين بقى ازاز زي اكني فرشين عروسه كامله. ايوه. فجينا بقى لما جينا جبناها، جبنا من الشركه، واحد من الشركه جه يظبط الوانها. جينا ان احنا نحط بقى الحاجات، مفيش حاجه تخرج، حافظ لك على الوانها وما تخرجش وما ترميش لون. هتيجي تحطيهم بعيد عن الغساله وتحطيهم في ميه تلاقيهم بيرموا لون، جوه الغساله ما بيرموش لون، بيظبطوا لك الوانها، بيظبطوا لك حاجتها. بس انا عندي الغسيل بتاعتي الغسيل في الاول عملت ايه؟ تقول جوازي سخنت ميه عشان تبقى صحيه، ومسكت كل حاجه جديده بقيت احطها في الميه السخنه واطلعها، تنقع احطها في الميه السخنه واطلعها. عرفت بقى ايه اللي هي بتنقع من الاول خالص، بقيت اعمل ايه بقى؟ الفرد لوحدها، نقع كلها على بعضها مش مشكله، الملايات لوحدها نقع كلها على بعضها مش مشكله، عشان ملايات الهدوم بتاعتي لوحدها، كل حاجه كانت لوحدها. وساعتها صاحبي من اللي جه من الشركه قال الجمله حلوه، قال اول غسله تغسلي بغساله زي كده حطي لها خل، حطي خل في قلب البتاع، تغسليها غساله بالخل واصرفيها. ايوه عشان الخل ما بيخليش حاجه قال تدخل. اي غساله جديده تعملي فيها كده، تعملي فيها كده اهو، تغسليها حطي فيها خل الاول. ايوه عشان الغسالة الخل ما بيخليش الحاجه تدخل. ومنها بقى لو حاجه حصلت في الغساله هتتصلي بيهم تجيبيهم، حتى لو ضمانها راح هتتصلي تجيبيهم هيعرفوا لك ايه اللي فيها. والله يا بنت الله يرحمها ويحسن اليها كل حاجه في حاجتي الفتحه، كل حاجه تقول الفتحه، نصيب. كل شيء كده نصيب. الغساله الثلاجه البوتاجاز المروحه حتى المقش كله فتحه. كل شيء نصيب. الحمد لله يا رب. على فكره ده غير مش عنك اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا جرس التليفون. باي.